لو هاقول لِك مين بقى من الجراندات كنتِ دايمًا بتشوفيها مثال، تحبّي تبقي شبهها، تحبّي أدوارها اللي قدّمتها، يعني مش هاقول بقى قدوة والكلام ده، لكن بتشوفي إن النمط ده كان هو الأقرب لِك في الفن والتمثيل؟ لأ بُصّي، فنانات كتير أنا اتعاملت معاهم ومن من كبار يعني زوزو نبيل الفنانة الكبيرة كانت معانا في النوّة برضه، حد في منتهى الرقي. زميلات وزملاء كُثر. اشتغلت مع إلهام شاهين الفنانة الكبيرة في خادمة ولكن. كانت لطيفة لطف. إلهام برضه شخصية طيبة جدًا، هي انفعالية وبتاع، إنما هي من أطيب القلوب اللي تتعاملي معاها في حياتِك. الفنان الكبير محمود مرسي انما لو هتقولي كان نفسي اكمل مسيره مين مثلا او اما بشوفها بنبهر سعاد حسني. شاديه. دول اللي حببونا فاتن حمامه، دول اللي حببونا في الفن وفي السينما. اللي هو انا عايزه اروح للحته دي. بس هم الجيل الحقيقه زي ما الاستاذه فردوس قالت في الندوه، المناخ كان مساعدهم. المناخ الفني بشكل عام، السيناريستات الموجودين، المخرجين، الإنتاج. صناعة السينما كانت في وهج كبير. فالحكاية على بعضها كانوا ماشيين في نفس الطريق بشكل متوازي. إنما إحنا طلعنا في نهاية حكاية لحقناها الحمد لله، لحقنا شوية قدوة نتعلم منهم. أنا الحقيقة مشفقة على الجيل الجديد، لأنه ما اعرفش ده عن قصد او غير قصد بيحصل تجريف للفن والثقافه، مش نفسي الاقي له سبب. فللاسف الجيل الجديد ما عندوش القدوه، لانه الصف الثاني اللي الصف الاول بيسلم الصف الثاني عشان الثاني ده يسلم لصف تاني بعده. في حته كده في النص واقعه. فالشباب الجديد دول هيتعلموا منين؟ هيتعلموا منين الالتزام؟ هيتعلموا منين التكنيك؟ احنا كنا بنقعد نتفرج على اساتذتنا نتعلم منهم هو بياخد نفسه ازاي. يعني انا مع الاستاذ محمود مرسي اشتغلت اذاعه كتير معاه. ده حاجه في التكنيك التمثيل بقى. زي ما انا بكلم حضرتك دلوقتي، انت مش حاسه بنفسي وانا باخده. في ممثلين لانهم ما تعلموش تلاقيها بتكلمك فتلاقي النفس عامل كده كده في تكنيك ازاي ياخد النفس. الجديد ده هيتعلمه منين؟ انا اتعلمت ده من الاستاذ محمود مرسي، من وقفتي معاه على ميكروفون الاذاعه. ما قاليش اعملي كده، انا من خلال مشاهدتي له وبيمثل وملاحظتي له اتعلمت. فالشباب الجديد هيتعلم منين؟ كله دلوقتي بيتعلم من بعضه، طب بعضه ده اتعلم من مين؟ ففي مشكله.